أنا هقول فكرتين. الفكرة الأولى عن الدعوة والخلاص، والفكرة الثانية عن يمكن تكون طريقة عملية في مساعدتنا لاكتشاف أقدر أقول دعوتنا على قد ما نقدر، ومن خلالها تيجي قضية الخدمة. فما بحسش إنه في فرق كبير في كلمة الله ما بين الدعوة والخلاص، لكن أعتقد أن الفصل ما بين الدعوة والخلاص نشأ من خطأ كبير في فهم الخلاص، أن الخلاص خاص بدخول السماء. لكن أعتقد أنه ده مش مفهوم الكتاب المقدس للخلاص. لما بيختزل الخلاص إلى أني أنجو من النار، يعني خلاص من النار، خلاص من النار ودخول السماء، يبقى أكيد هناك اختلاف بين الدعوة والخلاص. لكن لو فهمنا الخلاص في معناه الصحيح أنه الخلاص من الخطية، وبعدين فهمنا الخطية على أنها تشوه الصورة وفقدان الغرض، الصورة المخلوق عليها، الصورة اللي الله أوجدني عليها واللي المفروض أكون عليها تشوهت بالخطية، والغرض الذي خلقني الله من أجله قد فقدته. الخطية هي تشوه الصورة وفقدان الغرض. عندما أخلص من الخطية تحدث عملية استعادة للصورة واستعادة للغرض أو تحقيق للغرض. وجهة نظري من قرايتي لكلمة الله أن الدعوة هي حاصل جمع الاثنين دول. دعوة الله العليا في المسيح يسوع لي كشخص هو أنه داخليا أستعيد الصورة التي خلقت عليها والتي يريد الله أن يراني فيها. الخلاص من الإنسان العتيق ولبس الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه، أن أصل إلى هذه الصورة، أن أتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها، أن يحدث الشفاء الداخلي من سم الحية فأختبر قوة الصليب، كل من نظر إليها يحيا. هذه هي المحبة، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. ثم تحقيق الغرض، وده اللي كان بولس بيركز عليه في فيليبي 3 لما اعتبر أن دعوته وخلاصه هي تحقيق الغرض. فلما حكى اختباره فوجئنا أنه مش بيحكي عن نجاته من الجحيم أو من الغضب أو من دينونة الله، جابش سيرة الكلام ده خالص، لكن بيقول أنا ربحت المسيح وكل أملي ورجائي أن أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين هتعمل إيه؟ أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا. المسيح يسوع عندما اعترض طريقي وأنا ذاهب إلى دمشق لم يعترض طريقي عبثا، لم يستوقفني عبثا، استوقفني لأنه كان يريدني أن أدرك يعني أصل وأحصل وأصل إلى شيء معين. فأنا بعد أن التقيت بالمسيح لا عمل لي إلا أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، والغرض هو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وما هي؟ ما هو الغرض؟ هو الدعوة. وما هي الدعوة؟ أسعى لعلي أدرك الذي لأجله. أدرك أي أدرك مش أعرف، لكن لما أقول أركض وراء فلان حتى تدركه تصل إليه، يعني تمسكه، أدركته أمسكته. فالمسيح يسوع أدركني، جري ورايا لغاية ما جابني، قطع علي الطريق ومسكني. مفيش حاجة عطلته من عن أن يدركني، وأنا أريد أن أدرك الشيء الذي من أجله أدركني المسيح
يسوع. هذه هي الدعوة، هذا هو الخلاص، جزء من الخلاص. كثير بقول إذا كانت الخطية هي فقدان الغرض، عدم إصابة الهدف، فالخلاص من الخطية هو إصابة الهدف، أي تحقيق الغرض. اختزال الخلاص إلى هناك ومستقبلا، أنا أعتقد أن ده شيء شوه الإنجيل ويدمر الحياة المسيحية للمسيحيين. الخلاص هنا والآن، الخلاص شيء يحدث في داخلي. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. نفسي تخلص. ما معنى خلاص نفسي؟ تخلص من أمراضها وتحقق غرضها، تخلص من تشوهاتها وتحقق هدفها. نفسي تشوهت بالخطية، بقيت بكره، بقيت بحسد، بقيت بغير، بقيت بنافس، بقيت بذم، بقيت خبيث، بقيت مرائي، بقيت مكار، بقيت حسود. مش ممكن يكون ده الوضع اللي ربنا خلقني عليه واللي عايزني فيه. خلاص نفسي ان اخلص من القبح، من الوحاشه، اكف عن ان اكون قبيحا، اريد ان اكون جميلا سويا، اريد ان اخلص من تشوهاتي. هذا هو خلاص النفس. فاستعيد الصوره، وهذه الصوره تتجدد حسب صوره خالقها، واتغير الى تلك الصوره عينها، مش نسخ من بعض، لكن الصوره عينها التي يريد الله ان يراني فيه. كل اب عنده حلم من جهه اولاده، وابويا السماوي عنده حلم من جهتي، يريدني ان اصل اليه صوره معينه، يريدني ان اشبهه فيها فاكون مثله. لكن ايضا ابي السماوي لم يخلقني عبثا، لم يخلقني ونسي، يحدد لي غرض محدد جدا في الحياه احققه. فانا مخلوق لغرض، لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيه، محدده جدا 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 جدا، في اماكن محدده جدا. اختار بولس للامم، واختار بطرس للختان. ما ينفعش بطرس يروح انطاكيا، وما ينفعش بولس يروح اورشليم. وبطرس لما راح انطاكيا حج، وبولس لما راح اورشليم حج. في مكان للدعوه، في خدمه، في حاجات محدده جدا، وعلي ان اكتشف هذه الاشياء واعيشها، والا الحياه تبقى رخيصه والايام شبه بعضيها. الخلاص من الخطيه هو تحقيق الدعوه، هو استعاده الصوره وتحقيق الغرض. وبالتالي الدعوه مرتبطه بشده بعمليه طويله المدى اختبرها واتقدم فيها وانمو فيها. هذه دعوه الله لي في المسيح يسوع. تعالوا الي واظل اتي اليه. بعد ما قال نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس، يكمل لغايه ما يوصل للاصحاح الثاني من بطرس الاولى 2 ويقول: وكاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به، في الترجمات الادق لكي تنمو به للخلاص او في الخلاص. تكبروا في عمليه الخلاص، وعشان تحصل كده لازم تطرحوا 5 حاجات: الخبث والرياء والمكر والحسد والمذمه. دي حاجات وحشه قبيحه المفروض تطرح، والمفروض ان احنا نكون بنشتهي الكلمه، اللبن اللي بينمينا في عمليه الخلاص. وبعدين يقول ده هيحصل اذا كنتم قد ذقتم ان الرب صالح. دقتوه، بس لاحظ الكلمه اللي بعديها: الذي اذ تاتون اليه. دقتوه وعرفتوا انه صالح، وتفضلوا بقيه عمركم كله بكل دقائقه وبكل ساعاته وبكل ايامه بليله ونهاره تظلوا تاتون اليه، تاتوا اليه، تاتوا اليه، تاتوا اليه.
جميل جدا في عينيكم، حجر كريم، فيري بريشس، يعني رائع غالي قوي، صحيح مرفوض من الناس، لكن انتم الذين تؤمنون له الكرامه في اعينكم، فانتم بتفضلوا طول الوقت تاتون اليه تاتون اليه، فبعيش طول عمري بجيله. هي دي الدعوه. بعد المقدمه دي اعتقد انه صعب السؤال اني اساوي الدعوه بالخدمه. دعوه كبيره قوي. دعوه هي الخلاص. دعوه هي الحياه كلها. جوه الدعوه دي تيجي حكايه خدمات مختلفه. لكن الحقيقه مش بس الخدمه جوه الدعوه، لكن تيجي حاجات تاني. عشان كده بحب ارسم مثلث انا بسميه مثلث الدعوه المسيحيه. زي ما قلت بساوي ما بين الدعوه والخلاص. فخلاصي هو دعوتي، او دعوه الله لي هي دعوه خلاص نفسي. الله يدعوني لكي اعيش هذا الخلاص، لكن في هذا الخلاص وانا بعيش وبختبره بعرف نفسي على 3 محاور. فبقول انا انسان، وانا انسان مسيحي، وانا انسان مسيحي عضو في جسد المسيح. مثال هذا التعريف احيانا كتير بيبقى منفصل عن بعضه في اذهاننا، لكن اعتقد انه في الدعوه المسيحيه ولما بعيشها بطريقه صحيحه بيفضلوا ال3 دول يعني ما ينفعش يبقى مثلث لو واحده منهم شاذ. فانا انسان، انا ما زلت انسان، وربنا عايزني انسان بكل ما تعنيه كلمه انسان، بمسؤوليات انسان. لكن انا كمان انسان مسيحي، وانا انسان مسيحي عضو في جسد المسيح. كانسان في مسؤوليتين كبار قوي، العمل والعيله. وكإنسان مسيحي يعيش في عالم شرير ساقط عليه مسؤوليتين كبار، اني اكون ملك ونور. وكإنسان مسيحي عضو في جسد المسيح عندي حاجتين كبار قوي، عندي خدمه عامه وخدمه خاصه. واتمنى امر مرور سريع على ال6 حاجات دول، واعتقد في ضوءهم ممكن تتجاوب كل او معظم الاسئله اللي احنا طرحناها. انا انسان لن اختبر انسانيتي بالمعنى اللي الله قصده بدون الشغل. الشغل مهم قوي 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 لاعتبارات كتير جدا، اهمها انه انا كانسان أنا مخلوق على صورة الله لأمثل الله في هذا العالم. وعشان كده أول حاجة عملها الرب بعد ما خلق آدم وضعه في جنة عدن وأوصاه أن يعملها ويحفظها. مثلني، اعمل حاجة، ابدع، ابتكر، دور يعني اعمل إدارة، اشتغل، اعملها، احفظها. لكن كمان ربنا قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره فعمل له العين. اعتقد ان الخلاص اللي هو بيساوي الدعوه اول شيء بيرجع لي انسانيتي. بيرجع لي انسانيتي. واكثر مجالين بيبان فيهم فعلا انسانيتي السويه اللي خلصت، اللي بترجع او اللي بتخلص، اللي بتشفى واستعيدها، استعيد حريتها واستعيد قوتها واستعيد اللي بتتشفي من المصيبه اللي فيها اللي اسمها
الخطية وتحررت من الخطية أخيراً وابتدت تشفى، فابتديت أرجع أبقى إنسان. أكتر مجالين يبان فيهم إنسانيتي شغلي وعدتي. فمن فضلكم أحبائي قبل ما نشتكي من مدى نجاحنا في مدارس الأحد، نفسي نفكر ما مدى نجاحنا في العمل وما مدى نجاحنا في العلم. الخلاص المسيحي يعيد إلي إنسانيتي، وأعظم مجالين تظهر فيهم إنسانيتي، أبان كإنسان، ده اللي ربنا صممه. الكونتكست أو القرينة اللي حط فيها البني آدم أول ما خلقه عمل وعين. مش هنخترع إحنا العجل، خلاص هو ربنا عمل كده، عمل وعين. وريني خلاصك في عملك، وريني خلاصك في علمك. أنا عارفة كنت عايز تسأل على موهبتي وخدمتي وبتاع، ده هيجي هنا في الآخر خالص، بس ده لسه نمرة 6. لكن ما ينفعش تنط النمرة 6 من غير نمرة 1 و2 و3 و4 و5. كل الأسئلة في نمرة 6 في الخدمة الخاصة. خليني أقول بسرعة وبعدين أرجع أفصل. الخلاص يرجع لي إنسانيتي، وإنسانيتي تبان في عملي وعيلتي. لكن أنا كإنسان في عملي وعيلتي موجود في عالم ساقط، فالمفروض ان انا اعيش في هذا العالم الساقط كملح وكنور. بس كمان انا مش بس انسان مسيحي يعيش في عالم ساقط، لكن انا عضو في جسد المسيح، وكعضو في جسد المسيح عليا خدمه بسميها خدمه عامه، اللي هي طاعه ال56 آية في الكتاب اللي بيقول بعضكم بعض. دي ملهاش دعوه بموهبه، ملهاش دعوه بدعوه خاصه، مش محتاجة أبداً أبداً قولوا لأرخبس انظر إلى الخدمة. لا 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 لا. أنت مؤمن، أنت عضو في جسد المسيح، أنت ملتزم بال56 آية. يعني مفيش حاجة اسمه إنه مؤمنين عندهم خدمة إنهم يصلوا لأجل الإخوة، لا، صلوا بعضكم لأجل بعض، اخدموا بعضكم بعضا، حبوا بعضكم بعضا، مقدمين بعضكم بعضا، اغسلوا بعضكم أرجل بعض. 56 آية. لما نمرة 1 بتتعاش، ونمرة 2 بتتعاش، ونمرة 3 بتتعاش، ونمرة 4 ونمرة 5، أسهل حاجة إنك تكتشف نمرة 6. تلقائيا تيجي لوحديها، تعرف وانت ربنا ايه الموهبه الخاصه اللي اداها، ايه الرساله الخاصه اللي عايزك تعملها. خلينا نفكر كده مع بعض. اعتقد من المستحيل من المستحيل من المستحيل ان انجح في 6 لو انا مش ناجح في 5. لو انا مش عايش مع اخواتي ومرتبط بيهم واحبهم بيحبوني وبزعل منهم وبيزعلوا مني وبصالحهم وبيصالحوني، مرتبط باخواتي، هعرف ايه دوري وسط اخواتي ازاي؟ اعرف دوري وسطهم ازاي؟ كيف احدد دوري في جسد ما وانا غير مرتبط بهذا الجسد؟ لو انا العلاقه سطحيه، العلاقه فيها خوف، العلاقة فيها توتر، علاقة فيها بتحسبن قبل ما تتكلم وتحسبن قبل ما تضحك لو في حواجز وأسوار، كيف أكتشف دوري في هذا الجسد؟ ستختزل القصة إلى خدمات نظامية مؤسساتية مع شباب لجنة مش عارف إيه حاجة إيه شوية حاجات، وبتتشغل بأفراد والباقيين يقعدوا ينافسوهم علشان يحلوا محلهم، وواحد يشوف نفسه أفضل. تبقى قصة مؤسساتية، organization وليست organism، مؤسسة وليست كيان عضوي يستمد طاقة وقوة من بقية الأعضاء ويشعر بقيمته لبقية الأعضاء، فبقية الأعضاء لا تستغني عني وأنا لا أستغني عنهم. لكن في الأورجنايزيشن في المؤسسات في منافسة وفي أماكن محدودة معروفة، وكل واحد بيصدق ما يتسقط في حتة والباقي كله يتفرج أو ينافس أو يزق أو
يدهس عشان خلاص بقى كفايه بقى، هو ما اسئله بتقول هو اللي خد خدمه هيأبسط فيها والمصيبه كمان يورثها الخدمه. ايه المصيبه دي؟ دي اورجنايزيشن، ده نظام عالمي. كيف استطيع ان اكتشف الخدمه الخاصه ان انا عندي ليا في التعليم، ان انا ليا في التدبير، ان انا ليا في العطاء، ان انا ليا في الرحمه، ان انا ليا في ان انا اهتم بتدبير حال اولاد اخوتي وارعى اطفالهم، في الرعايه. اعتقد ان خدمه مدارس الاحد نوع من الرعايه. وارعي جدائك عند مساكن الرعاة، فيها قلب راعي وفيها شيء من التعليم. الكتاب المقدس ما تكلمش عن مدارس الاحد. مش غلط ان احنا نعمل مدارس احد، لكن اعتقد نقدر نستنتج ان الشخص اللي بيهتم بمدارس الاحد وله قلب الراعي. اكيد طبعا مش بيتدرب في مدارس الاحد علشان يروح بعديهم ان شاء الله ربنا يكرمه ويروح شباب اعدادي وبعدين ربنا يعلي مراتبه اكثر فيوصل بقى الجامعه وبعدين ربنا ينفخ في صورته، ده يبقى حاجه كبيره قوي بقى. لو احتاج الى مكان في هذه الخدمه علشان اقدر اكتشف خدمتي الخاصه. لكن اعتقد انكم توافقوني انه مستحيل ان اكون عضوا مفيدا للجسد وانا عايش في العالم خربان من جهه القداسه او خربان من جهه الحق. الحق ينير والملح يحفظ من الفساد. فالسلوكيات والاخلاقيات في العالم اللي انا بتعرض له كل يوم هتحدد نجاحي في المنطقه دي. انا لو فاشل هنا مستحيل انجح. موافقني عليك؟ لو انا عايش في العالم ملخبط، لو انا عايش في العالم حياتي لا نور ولا ملح، لا في قداسه ولا في حق. الحق المقصود بيه ان ابقى فاهم الكذب من الضلال، فاهم الخداع من الحقيقه، فاهم. أنا شخصياً ما أعتقدش إن في حد هيبقى نافع في الكنيسة إذا ما كانش نافع في العالم. حقيقي. وما تتعكسش. يعني مش تقول لي أنفع في الكنيسة الأول علشان أنفع في العالم. عمرك ما هتبقى نافع في الكنيسة لو ما كنتش نافع في العالم. لأن المطلوب في العالم أساسي جداً وحيوي جداً للنفع في الكنيسة. ملح ونور. حياة قداسة. لكن اعتقد برضه توافقوني ان مش هقدر اعيش في العالم ملح ونور لو انا فاشل في عملي او في حياتي. لما ببدا اخذ اختبار الخلاص انه خلاص نفسي من تشوه الصوره ومن فقدان الغرض، يعني بدأت أختبر الشفاء الداخلي وبدأت أكتشف أن الرب بيوريني الغرض مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. بعيش من أجل الشفاء والغرض، وأشفى وأتغير وبلاحظ ده وبشوف وكمان بحقق غرض. لما بعيش هذا أعتقد أنه أول ما هيبان في شغل وهيبان كمان فعلا. أعظم مجالين للحياة تختبر فيهم أفراح الروح القدس: العمل والعلم. تخيل، أعظم مجالين تختبر فيهم أفراح الروح القدس: العمل والعلم. أنا عارف إني بقول كلام غريب شوية، احتملوني، لأنه للأسف أصبحنا بنهرب من العمل وبنهرب من العيلة إلى تعاطي سعادة زائفة في الاجتماعات الخدمة. تعاطي كالمخدر. أحيانا بيبقى الاجتماعات والخدمة عبارة عن مسكن، لأن طول الوقت في العمل شاعر إن أنا فاشل وطول الوقت في العيلة شاعر إن أنا فاشل. فهان
ووعظ عشان اعوض الفشل بتاع العيله، وبحاول ادور لي على اي خدمه في الاجتماع علشان اعوض الفشل بتاع العمل. الاخ ده هيشفى تماما لو نجح في عمله وعيلته، هيبطل وعظ. صدقوني لو نجح في عمله ونجح في عيلته هيتغير كتير قوي. بس احنا عايزين اللي ناجح في عمله وفي عيلته يخدم، عايزينه يخدم، بس عايزينه يخدم مش لانه بيعالج نفسه لكن لانه مشفي. عايزين يختبر الخلاص الحقيقي لألا يكون مش مخلص، ونفهم ان الخلاص الحقيقي مش انه مش هيروح النار. الخلاص الحقيقي خلاص النفس الذي وان لم تروه تحبونه، ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون فرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غايه ايمانكم خلاص نفوسكم، مش نفوس الاخرين زي ما احنا عارفين. فنفسي عماله تخلص، فعماله اتغير كل يوم، ببقى احسن فعلا، اخلاقي احسن، مواهبي احسن، عقلي بقى انضف، مشاعري انضف، مواهبي افضل، كل يوم بتطور لاني بخلص. هو ايه اكتر حاجه مدمره نفسيه الانسان؟ الخطيه. وايه اللي بتقدمه المسيحيه؟ خلاص من الخطيه. يبقى اذا اختبار الخلاص من الخطيه يطلع لي انضف بني ادم واحلى بني ادم، فكل يوم بحلو. ولما بحلو اول مجال بيبان فيه حلاوتي وكفاءتي وقدراتي الذهنيه ومواهبي شغلي هيبقى مختلف. هبقى افضل نجار، هبقى افضل سواق تاكسي، هبقى افضل بياع، هبقى افضل نقاش، هبقى افضل طبيب، هبقى افضل مهندس. مخلص. الدكتور اللي جنبي ما ينفعش يبقى افضل مني لان هو مش مخلص، انا مخلص لازم اكون دكتور افضل لازم اكون افضل، لان نفسي بتخلص كل يوم بارتباطها بالمسيح. وعشان حاجه ثانيه خطيره، لانه ده مجال استحضار الله. انا بمثل الله في هذا العمل. وليمتم الواحد من المفكرين المسيحيين الكبار قال: لا أعرف خطية أشر من خطية استبعاد الله عن القضية التي ننفق فيها أكثر ساعات يومنا وأكثر سنين عمرنا، وهي العمل. أو تاني العبارة دي: لا أعرف خطية أشر من خطية استبعاد الله عن القضية التي ننفق فيها أكثر ساعات يومنا وأكثر سنين عمرنا، العمل. والعيلة تهذيب وإصلاح. العيلة تربي اللي ما ربهوش أبوه وأمه. العيلة جميلة لأنها فعلا بتعلمني عطاء المسيح، بتعلمني التزام الأب، بتعلمني روعة العهد، بتعلمني خطورة الخيانة والغدر. العيلة نظام عبقري اخترعه الله لتهذيب الإنسان عشان يكون محترم، عشان يكون ملتزم. تخيل لما تعيش زوج وفي بتحب مراتك كما أحب المسيح كنيسة. تخيل لما تعيش أب محترم يعرف معنى الالتزام علشان ولاده. تخيل لما تبقى في صراع بين الحب والحزم علشان تربي أولادك صح، هتطلع بني آدم محترم في الآخر. العيلة نعمة، بس الحقيقة محتاجة الخلاص، لأنه لا هتدخل في العيلة وأنت بالخطية مصيبة. أنت بايظ وهتعمل إيه؟ بايظ. فتبقى مصيبة فعلا. بايظ بيتجوز بايظة يطلعوا عيال بايظين يبوظوا المجتمع. صحيح. شيء بشع لما بتشوف الخطية متجسدة في الزوج وفي الزوجة ويطلعوا عيوبهم وأمراضهم على
أولادهم وأولادهم يطلعوا مدمرين، يتجوزوا مدمرين. يعني كنت في اجتماع كاس خبز في ولاية من الولايات الأمريكية قريب من شهر مارس اللي فات، وبعد الاجتماع جاتني واحدة أخت قالت لي أرجوك عايزة 5 دقايق بس. أنا مش فاضي. قالت لي عشان خاطري. خدتني في أوضة جوه كده وقالت لي أوريك جسمي. كل يوم جوزي بيديني علقة وبيجوا الاجتماع، بس دي حاجة دي حاجة فقالت لي أعمل إيه؟ قلت لها بلغي البوليس. طبعا جات لها صدمة عمرها. البوليس يا أخي إزاي بتقولي كده؟ قلت لها بلغي البوليس. راحت ناديت لي الشيخ الكبير في الاجتماع، قال لي ايه المصيبه اللي بتعملها دي؟ انت هتقسم البيت. قلت له ياه بجد ضحكتني بجد فعلا ضحكتني. يعني هو البيت مش مقسوم، يعني هي بتتضرب وجسمها كله مزرق، بتتضرب كل يوم والبيت مش مقسوم. هو تنبه قال لي صار عندك حق، لا روحي زي ما قال لك. راحت بلغت البوليس، جم خدوه. هي شافته بيتكتف بالحديد، قعدت تعيط. وراح القسم وجم ولاد عمه في حاله غضب شديد جدا، كلهم مؤمنين، في حاله غضب شديد جدا. ازاي تعملي كده في ابن عمك؟ وهو ابن عمها، بس كانت اتعلمت تفكر. قالت لهم ياه شفقتوا على ابن عمكم الراجل وما شفقتوش على المرأة اللي بتتضرب ليها 15 سنة. بأي منطق؟ خرسوا، ما عرفوش يتكلموا. لكن تدخل الكل وخدوا عليه تعهد انه ما يضربهاش تاني، واتنزلت ورجع. بس ألذ حاجة قالها لي الأخ الكلام. أنا رحت بعد فترة تاني كسرت خبز في نفس الاجتماع، فألطف حاجة قابلني الشيخ اللي كان مستنكر يعني، وقال لي ماهر ما اقولكش بقيوا سمنة على عسل، بقيوا حلوين قوي، بيجي الاجتماع ما انكشها دلوقتي. حاجة جميلة جدا. قال لي بس أغرب حاجة قالها لما بيقولوا له ليه كنت بتعمل كده؟ قال أنا اللي مستغرب له لما الجات بيزعلها ليه ما جالتليش؟ أبويا طول عمره بيقتل أمي، أمي ما زعلتش. اجتماعات، لكن ما حدش علمه إن الخلاص إنه يكون محترم في عيلته، محترم في شغله. على النقيض أب بيقول لابنه قصة تاني العكس، أب بيقول له ابنه يا ابني نفسي أشوفك بتحب الرب. يقول له يا بابا أنت بتحب الرب لأنك أنت عارفه، أنا ما أعرفوش. إزاي أحبه وأنا ما أعرفوش؟ بس تعرف يا بابا أنا بأكد لك لو الرب طلع زيك أنا أكيد هحبه. يا لو الرب طلع زيك أنا أكيد هحبه. أنت حلو يا بابا، ولو ربنا طلع في حلاوتك أنا أكيد أحبه. مهمتنا كآباء أن نمثل الله في شغلنا ونمثل الله في هي دي الحياة المسيحية. هو ده الخلاص. خلاص مش نتنافس في خدمة المسيح وفاتحين عينينا ومين قال ومين راح ومين جه ومين طلع ومين نزل ومين أحسن ومين مش أحسن ومين. لكن هذا النجاح في إنسانيتي في عملي وفي عيلتي حتما سيجعلني أعيش رسالتي الأصيلة كملح وكنور. وهو ده اللي قاله الرب يسوع، أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم. لما بولس بيتكلم في فيليب 2 أن تتمموا خلاصكم
بخوف ورعدة لكي تضيئون بينهم كأنوار وسط جيل معوج وملتوي. الخلاص هدفه هنا، يبان هنا. بعيش ده، فبعيش ده. بس الحقيقة أنا محتاج قوي دعم الإخوة ليا عشان أقدر أعيش ده وأقدر أعيش ده. فما أقدرش فعلا أنجح في ده وفي ده بدون أنا محتاج أرتبط بكنيسة الله. فارتباطي بكنيسة الله أنا بدخل كعضو في جسد. الجسد ده بيخدمني وأنا بخدمه. أنا بخدم الجسد والجسد بيخدمني، فصحتي عمالة تتحسن. بس حاطط في ذهني التارجت ده، أنا بخلص علشان أحقق إنسانيتي في شغلي وفي عيلتي. وتلقائيا مع وجودي في الجسد ومع نجاحي في إنسانيتي، في إنسان ناجح اختار 12 ليكونوا معه، عايشين معاه، فبتنجح إنسانيتهم وبيعيشوا حياة مسيحية صحيحة بتبرز تلقائيا من خلال تجارب وأخطاء. بجرب نفسي في دي وبجرب نفسي دي وبتشدد دي وبتشدد دي، لكن بنمو نمو طبيعي. فمع الأيام ألاقي روحي بكتشف إنه عندي موهبة في هذا الاتجاه أو موهبة في ذاك الاتجاه. وهنا تيجي نمرة 6 اللي هي الخدمة الخاصة. ويصبح بعد كده مثلث لا استغناء لزاوية عن الزوايا الأخرى. ده بيدعم ده وده بيدعم ده وده بيدعم ده، صح؟ وده بيدعم ده، كله بيدعم بعضه. وأعيش هذه الحياة المسيحية الصحيحة. أعتقد أنه ده يحط أساس للجواب على كل الأسئلة. لكن في أسئلة كتيرة قوي ما ينفعش تجاوب عليها من على منبر، ما ينفعش يتحط لها قواعد، ما ينفعش فيها الفقه يجوز أو لا يجوز ويجوز فيها الوجهان. لكن تحتاج إلى الحكمة، تحتاج إلى الخبرة، تحتاج إلى الذوق، تحتاج إلى الأخلاق، تحتاج إلى الحس الطبيعي الكومن سنس، تحتاج إلى التجربة والخطأ وخبرات. أعتقد أنه في أسئلة كتيرة قوي لو إحنا عشنا الكلام ده ممكن ما نسألهاش من أصله. الرب يساعدنا إن إحنا نعيد فهمنا للخلاص. خلاص ليس شيء مستقبلي من الجحيم من الغضب، لكنه خلاص نفسي. أنا مشتاق إن نفسي تخلص. نائلين، نائلين ده فعل مضارع مستمر. يسوع المسيح ربي يشفع في السماء لأجلي. أنت في العرش لأجلي يا شفيع. روح الله في داخلي يعين ضعفاتي. كلمة الله بين يدي تغذيني تقودني للخلاص. اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. تخلصها من كل تشوه، من كل ضياع. تسترجعني للصورة وتسترجعني للغرض. أعيش. ما عندناش عذر في أن نعيش الخلاص. وفي جو هذا الخلاص كثير من الأسئلة دي هنكتشف أن احنا مش محتاجين نسألها. خلونا نحن قلوبنا ورؤوسنا بدقائق نصلي. ما أحلاك أيها المخلص، ما أجملك. أنت عطية الآب لنا. الآب في نعمته لم يعطنا خلاصا، لكن أعطانا شخصك أنت المخلص. ما أحلاك، ما أغناك، ما أجلك، ما أكملك. وعدتنا وأنت صادق في كل وعودك، في
تكون أنت فينا ونكون إحنا فيك. وإحنا مشتاقين مع عبدك إن تكون غايتنا فعلا نحن الختام، تكون غايتنا واحدة: أربح المسيح وأوجد فينا. تبقى فينا، وجودك فينا يشفينا ويغيرنا ويخلصنا، يخلينا نختبر روعة وعظمة واتساع دعوتك، الدعوة المقدسة. عبدك يقول: الذي خلصنا ودعانا، دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعم. رب الحبيب يسوع، أتضرع إليك من جهة نفسي ومن جهة إخواتي، من جهة عائلتي وعائلات إخواتي، من جهة خدمتي وخدمات إخواتي. انعم علينا وقودنا لكي نختبر قوة الخلاص في كل المجالات، في الشغل، في العيلة، في الخدمة، كيما تفرح بينا وفعلا يتم المكتوب: يرى من تعب نفسه ويشفى. يا أبانا في اسم